إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. الأثري الأستاذ محمد أوراني، مدير عام الشؤون الأثرية بوزارة الدولة لشؤون الآثار. هل تعلم حضرتك عامل صياغة جميلة كده ومعلومات عن مصر الحلوة الجميلة، نحب برضو الشباب يعرفها. مصر جميلة بشبابها، مصر جميلة بناسها، مصر جميلة بشعبها. تخيل حضرتك ان مصر الدولة الوحيدة اللي لم يتغير اسمها على مر العصور، يعني من قديم الزمن وهي اسمها مصر. مصر هي الدولة الوحيدة اللي ذكر اسمها في الديانات السماوية الثلاثة. مصر أول 3 طيارين من مصر حضرتك يعني كانوا في القوات الجوية، هم فؤاد عبد الحميد، أحمد عبد الرازق، عبد المنعم ميجاويتي. أول خط طيران لشركة مصر للطيران كان بين القاهرة واسكندرية، ده كان سنة 35. أول خط دولي كان بين القاهرة وفلسطين كان سنة 34. أول طائرة في العالم تهبط في المدينة المنورة في السعودية كانت تابعة لشركة مصر للطيران، وده كان سنة 36. مصر أو بالتحديد الأقصر لوحدها فيها تلت آثار العالم. أكبر بحيرة صناعية في العالم بحيرة ناصر، ودي خلف السد العالي اللي هو بيعتبر أكبر مشروع في العالم في القرن العشرين. أول بناء حجري في العالم كان هرم زوسر المدرج في سقارة. أول مكتبة حكومية في العالم تعتبر مكتبة الإسكندرية. مصر ذكرت في القرآن الكريم بشكل مباشر 5 مرات وبشكل غير مباشر 35 مرة. المصريين القدماء هم أول من وضع التقويم الميلادي. مصر تاني دولة في العالم ينشأ بها السكك الحديدية بعد إنجلترا اللي هي اخترعت السكك الحديدية، والكلام ده كان في عام 1882. أقدم جيش نظامي في العالم هو الجيش المصري. السد العالي يعتبر الرابع على مستوى العالم من حيث الحجم، وزي ما قلنا هو المشروع الأول والأكبر في العالم خلال القرن العشرين. الأثري والكاتب الصحفي الأستاذ محمد أوراني جمعة، هل تعلم؟ هو شيء ظريف يعني جدا، انت مجمع حاجات ظريفة عن مصر الحضارة الحقيقة ومصر الجميلة. مصر بلدنا يعني لازم يعني نسعى ان احنا نحطها في مصاف الدول المتقدمة فعلا. مصر حضرتك هي البلد الوحيدة اللي على مستوى العالم اللي حققت البطولة القارية في كرة القدم 7 مرات، منهم 3 دورات متتالية، حتى انها لعبت 20 مباراة بدون هزيمة. مصر هي اول بلد عربي وافريقي يصل لنهائيات كأس العالم لإيطاليا سنة 34. الإمبراطورية المصرية القديمة تعتبر هي أول إمبراطورية في التاريخ. عدد الجنود الحملة الفرنسية اللي غزت مصر كان حوالي 36 ألف جندي. الفراعنة هم أول من اكتشف مرض البلهارسيا وأطلقوا عليه اسم عدد ملوك أسرة البطالسة في مصر وصل لحوالي 16 ملك. الجيش المصري العظيم يعتبر من أقوى الجيوش المصنفة عالميا. احنا قبل ما نسيب بس نابليون نقول ان العدد دوت انتصر عليه المصريين في ثورة القاهرة الأولى والثانية طبعا بصدور عارية زي ما بيقولوا. طبعا مصر دايما قاهرة الأعداء، ومصر دايما فشل كل عدو وكل مغتصب في انه يغتصب ارض مصر او يحتلها، وكان دايما المصريين بصدورهم العارية زي ما حضرتك قلتي ناجحين في ان هم يقصوا اي حتى في فترات احتلال، بس كان دايما المصري شوكة. طبعا المقاومة الاحتلال الوطنية عمرها ما هديت، عمرها ما دايما مشتعلة في وجه كل مغتصب وفي وجه كل معتدي. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر
جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.